السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اموركم بخير؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم السينيبون. غادي ندوزو دابا على بركه الله باش غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاجو. يا بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجو 3 المعالق ديال سنيده بالمعلقه ديال الاكل. غادي نحتاجو 2 معلقات مملوءات يعني كبارين مملوءات مزيان من حليب مجفف. غادي نحتاجو 2 معلقات ديال الاكل من خميره فوريه. غادي نحتاجو الزيت، كوب ديال الزيت. غادي نحتاجو 3 المعالق مملوءات من الزبادي يعني من دانون السوس. غادي نحتاجو 2 اكواب ونصف ديال الحليب اللي غادي ندفيوه. غادي نحتاجو هنايا نفس الكوب اللي عبرت به الزيت، عبرت به الحليب، عبرت به الدقيق. بالنسبه للدقيق 6 الاكواب ديال الدقيق، 6 الاكواب ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق، الدقيق النوعيه الممتازه ديال الحلويات. بالنسبه للكوب هذا هو اللي عبرت به، عبرت بهذا الكوب، هذا هو اللي عبرت به كيف ما قلت لكم. الطحين، الزيت يعني زيت الطبخ، والحليب. وهذه هي الحشوه اللي غادي نديرو لداخل. غادي نحتاجو سنيده اللي تكون ناعمه يعني السنيده الرقيقه ماشي الغليظه. وغادي نحتاجو السكر البني حتى هو اللي عندكم، ما توفرش عندكم تكتفيو غير بالسكر الابيض، السكر حبيبات. وغادي نحتاجو القرفه. عينكم ميزانكم بالنسبه للحشوه اللي غادي ديروا. انا درت 2 معالق ديال السكر البني و2 السكر الابيض، ودرت 2 معلقات ديال القرفه مملوءات. انا كتعجبني القرفه صافي. وغادي نحتاجو شويه ديال الملح للعجينه. وغادي نحتاجو 2 معلقات كبارين مذوبين ديال الزبده، 2 معلقات كبار مذوبين ديال الزبده. دابا ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا الغزالات، دابا غادي نضيف الحليب اللي عندي دافي، ماشي يكون سخون بزاف، ما كيخليش الخميره تفاعل، غير دفيوه. يعني تقدروا تحطوا فيه يديكم، يعني الصبع ديالكم تقدروا تحطوه. وغادي نضيف عليه الخميره، وغادي نضيف عليه السكر يعني سنيده، ونغطيه ونخليه لمده ديال 4 دقائق حتى 5 دقائق حتى يتفاعل مع بعضياته. ونرجعوا باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا البنات، انا خليت دابا الخميره هنايا هي وسنيده والحليب حتى يتفاعلوا مع بعضياتهم، وغطيتهم، غطيوهم مزيان وخليوهم. كيف كتشوفوا الغزالات، من بعد ما مرت 4 ديال الدقائق او 5 ديال الدقائق، الخميره عندي تفاعلات مع بعضياتها. عطيني واحد المعلقه ديال الكبيره. غادي ندير الحليب المجفف، غادي نضيف الزيت، ضفت الزيت. غادي نضيف شويه ديال الملح، ما تكثروش باش ما يجيكمش مالح. غادي نضيف الزبادي، وغادي نخلي الزبده هي اخر حاجه حتى تعجن العجينه مزيان. عاد باش نضيفها كيف شفتوا ضفت المكونات كامله مع بعضياتها. دابا غادي ندوز باش نخلطها يعني بالاله ديال العجينه باش تخلط. صافي تجانسوا لي المكونات مع بعضياتهم. دابا غادي نبدا ناخذ الطحين ونضيف بالتدريج. صافي دابا غادي نخدم الماكينه ونبدا كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنعجن.
كيف كتشوفوا الغزالات كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج حتى كتجمع عندي العجينه. بالنسبه انا عندي كيلو ديال الطحين، بقى منه شي نص كاس هكاك ديال العنبه او حتى كاس ديال العنبه اللي بقى ليا على حسب الدقيق اللي عندكم. كيف كتشوفوا الغزالات الخميره عندي معليش العجينه زعما راه خمرات، شفتوا غطيتها ببلاستيكه وغطيتها بواحد الزويف وخليتها حتى خمرات. هنايا كيف قلت لكم داير السكر البني والسكر الابيض والقرفه، غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم ونخليهم على جنب. وغادي نحتاج الزبده هذه عيني ميزان، نقدر غنستخدمها كامله هاد الاصبع ديال الزبده، نقدر غنستخدم لا يبقى منه شي شويه. هانتوما غتشوفوا شحال غادي نستخدم منه. صافي كنخلط هادشي مزيان، نخلطو مزيان مع بعضياتو ونخليه على جنب. يا بسم الله على بركه الله. نرشو واحد شويه ديال الطحين، ما تكتروش غير شويه. غادي ناخذ العجينه، غادي نقسمها انا على جوج. خلاص اسكت. نقسمها كيف قلت لكم البنات على جوج وغادي ندلكها. كيف كتشوفوا الغزالات قسمت العجينه على جوج وكندوز باش كندلكها. بالنسبه للدليك حاولوا انكم تجيبوها تكون شويه مربعه باش كتجيكم سهله. ملي كتجيو كتكونوا كتروليو فيها كتجي سهله. وكيف ما قلت لكم حاولوا ما امكن انكم ديروها مربعه. بالنسبه للعجين بغيتو تقسموا على جوج قسموا، بغيتو ديروا العجين كامل ديروه ودلكوه في مره واحده، فلكم الاختيار. كيف كتشوفوا الغزالات من بعد ما دهنت ديك العجينه اللي عندي، بعد ما دلكت ديك العجينه اللي عندي على شكل مربع، فكناخذ الزبده اللي كتكون عندي بحراره المطبخ، كنكون مخرجاها من الثلاجه من قبل، فكندهنها مزيان بالزبيده. وكنحاول انني جناب ما نقيس لهمش الزبده باش ملي نجي نجمعها او نروليها يعني تقبط ليا العجينه في بعضياتها. الا كنتو دايرين الزبده موصلينها للجناب بزاف راه ملي كتجيو كتروليوها ما كتبغيش تقبط لكم العجينه مع بعضياتها. فكندهن داك العجينه اللي عندي كامله بالزبده، يعني كثروا لها شويه ديال الزبده حقاش الزبده الصراحه ديال الله كتجيبها هشيشه، كتجي هشيشه ما نعاودش لكم. فصافي كندير داك الاصبع ديال الزبده اللي شفتو عندي. يلاه كفاني درتو كامل في القطعه الاولى ديال العجينه وفي القطعه الثانيه. صافي وكنجيب السكر وكنبدا ندير فوق، كنديرو من فوق العجينه. بسم الله على بركه الله. شفتوا انا دهنتها دابا كامله. دابا غادي ندوز باش غادي نروليها بحال هكذا. كيف كتشوفوا خليت هاد الطريفات هادو، هاد الجنيبات ما فيهمش الزبده باش يقبطوا ليا في بعضياتهم. صافي كنستمر هكا كنلوي، كنتمنى يكون واضح ليكم. نحاول نجر شويه باش تجي مقاده. هكذا شفتوا كتجي بحال بودان. دابا غادي ندوز باش غادي نقطعها. بالنسبه للتقطاع بغيتو تقطعوا بالموس قطعوا، بغيتو تقطعوا بالخيط قطعوا، انا نقطع غير بالموس. يا بسم الله. اهم حاجه الموس يكون ماضي. سمحوا لي مشيت جبت الصينيه اللي غندير فيها. هذه هي الصينيه دهنتها بزبيده ودرت لها شويه ديال الطحين بحال هكذا. وغادي نحط وندوز نقطع واحده اخرى.
يدي باش يبان ليكم هكذا، ونكمل صافي ونحط هكذا ونحط صافي، وغادي نخليها ديك الساعات حتى تخمر. كيف كتشوفوا الغزالات كندوز كنكمل الكميه اللي مازال عندي ديال العجين حتى هي كندلكها بنفس الطريقه. كنحاول انني نجيبها على شكل مربع. كيف قلت لكم الا كانت عندكم المساحه كبيره تقدروا تدلكوا العجينه كامله مره واحده، وبالنسبه اللي مبتدئات واول مره غادي يديروها قسموها على جوج افضل باش ما تجيكم شويه صعيبه. فالمهم كنستمر بنفس الطريقه، ومني كنكمل كنقطعهم يعني بالسكين او بالخيط كيف قلت لكم. صافي كنحطهم في صفيحه ديال الفرن، كنغطيهم ببلاستيكه وزويف وكنخليهم حتى كيخمروا مزيان. من بعد كندخلهم الفرن، كنكون شاعله من التحت وكنخليهم يطيبوا. دابا غادي ندوزو باش نصاوبوا ديك الصوص البيضاء. غادي نحتاجو نص كوب ديال السكر بودره، وغادي نحتاج نص كوب ديال حليب مجفف يعني نيدو تساوي نص كوب. غادي نحتاج الجبن كيري 4 حتى 5. انا ما عنديش الجبن كيري، فغندير جبن كريمي. غادي ندير 2 معالق هكا مملوءات عامرين. ديك الساعات غادي نخلط وغادي نشوف القياس اللي انا محتاجه. صافي دابا غادي نطربهم. كيف كتشوفوا ضفت المكونات كامله مع بعضياتها، ضفت على 2 معالق حتى 3 المعالق ديال الحليب. دابا غادي ندوز باش نخلطها في الخلاط. شفتوا ما شاء الله كيف جاو مازالين سخانين. عاد خرجتهم من الفرن ما شاء الله تبارك الرحمن. جو الصراحه ديال الله غزالين. دابا غادي نضيف عليهم الميسلي. كيف كنخرجهم من الفران هما مازالين سخان، غادي نضيفوا عليهم. عاد اخر حاجه غادي نضيف داك الصوص البيضاء. هاد النيسلي بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش ما ديروش. غير هو الصراحه ديال الله كيجي عاطي واحد المذاق لذيذ. كيف كتشوفوا الغزالات الصوص البيضاء انا درتها هنايا في هذا الكيس هذا، وعندي هنايا الكركاع، وعندي هنايا البيكان. يقدر غادي نخليهم هكا اولا غادي نقطعهم طريفات. انتم غادي تشوفوا ديك الساعات كيف غادي نزين. وغادي نحتاج صوص كراميل عندي جاهزه حتى هي غنديرها. بغيتو ديروا صوص كراميل ديروها، بغيتو ديروا الشكلاط مذوب ديروه، بغيتو تكتفيو غير بهاد الصوص البيضاء تكتفيو بها. شوفوا ما شاء الله كيف كيجيو طريين. شوف خليتهم انا في الفران تحمروا ليا شويه. كيف كتشوفوا خليتها حتى تشربت مزيان هذيك الصوص ديال النيسلي، عفوا سمحوا لي، خليتها حتى تشربت نيسلي مزيان وغطيتها وخليتها على جنب حتى تشربها نيسلي مزيان. دابا غادي ندوز باش غادي نزينها بديك الصوص اللي صاوبت معاكم. كنديرها في واحد البلاستيكه، وكندير من الفوق ديال السينيبون يعني خطوط بطريقه يعني عاديه او طريقه عشوائيه. وسمحوا لي كان غادي تكب ليا منه شويه. فصافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل. ولا بغيتو ديروا الشكلاط مذوب فوق منهم ديروه، بغيتو تكتفيو غير بنيسلي راه ماشي مشكل. حتى نيسلي الصراحه الله كيجي غزال. المهم انا غادي ندير هاد الصوص البيضاء، وغادي ندير الصوص ديال الكراميل او التوفي لانه عندي متوفر اللي كيكون جاهز. الصراحه ديال الله ماشي انا اللي مصاوبه، عندي جاهز. فحتى هو غادي ندير به خطوط من الفوق. هادشي بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري لكم الحريه في التزيين. كيف كتشوفوا انا دابا كنزين بداك الخطوط ديال الكراميل من الصوص ديال الكراميل. فصافي
ومن بعد كندوز باش كنزينها بالبيكان او الجوز الهند. دابا غادي ندوز للتزيين. نقطع شويه هكا ديال الكركاع، نقطع طريفات ديال البيكان ونديرهم من الفوق. هكا بطريقه عاديه. ونستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله.